الواحد سمع ان انت لو عندك شقة في ظل التعديل الجديد لقانون الايجار القديم، لو عندك شقة انت كده الشقة بتاعتك اللي انت عايش فيها من سنة 70 هتتاخد. هو الكلام ده صح؟ للأسف التعديل الجديد اللي صدر يوم 4/8 وهيبتدي تفعيله من يوم 5/8/2025 الكلام ده صحيح. انت النهارده لو عندك شقة تانية لغرض السكن، نفس الغرض اللي انت كنت واخده للشقة بتاعتك، للأسف الشقة دي هتتسحب منك. أنهي شقة بقى؟ اللي انت مالكها؟ اكيد لا، اللي انت قاعد فيها وهي ايجار قديم. طب هو انهي ايجار قديم؟ زي ما كنا اتكلمنا قبل كده على عقود الايجار القديم، والنهارده احنا بنكمل وهنجاوب على السؤال ده. معاكم جرجس عادل المحامي، وده برنامج صاحب قضية. هل لو انت عندك شقة ملك وقاعد في شقة ايجار قديم اللي هو قبل 96 تاريخ توقيع العقد، قبل 96، هل هتتاخد منك الشقة اللي هي الايجار القديم اللي هي كانت بتاعت والدك وانت امتدلك عقد الايجار بعد بقى قضايا في المحاكم والكلام ده كله؟ لان التعديل الجديد اللي صدق عليه رئيس الجمهورية قال لك ان سبب من اسباب الاخلاء مع الاسباب القديمة للقانون واللي كانت موجودة، قال لك في سببين زيادة ممكن ناخد منك الشقة اللي هي شقة الإيجار القديم اللي هي قبل 96. ايه هما السببين؟ أول سبب إن أنت تكون الشقة دي اللي معاك دلوقتي أنت ليك شقة تانية موجودة في حتة تانية بس باسمك. يعني لو ليك شقة تانية باسمك وليك عقد إيجار قديم موجود، أنت عقد الإيجار القديم هيتسحب منك. ليه؟ علشان انت ليك شقة تانية، شقة تمليك. طيب ده اول سبب. تاني سبب في حالة ان انت ليك شقة ايجار قديم بس انت قافلها بقالك سنة وقافلها بدون سبب. يعني قافلها كده ان هو انت انا سايب الشقة خلاص وبدفع لها 3 جنيه في الشهر، وانت بقى بتروح المحكمة تدفع ال 12 شهر مع بعض 36 جنيه بتدفعهم وبتخلص الدنيا. قال لك انت لو قافل الشقة سنة بدون سبب، انت الشقة دي برضو اللي هي عقد ايجار القديم هيتاخد منك. الكلام ده عقد ايجار القديم اللي هو قبل 96 اللي هو 1996 كده الشقة هتتاخد منك لو انت قافلها بدون سبب. طب الكلام ده هيحصل ازاي؟ عن طريق حاجتين. اول حاجة بدعوة بتترفع، دعوة مدنية عادي جدا قدام المحكمة وبتتنزل عادي جدا زي القضايا اللي احنا بنكسبها، قضايا الاخلاء عادي جدا ما فيهاش مشكلة، ويبقى اول درجة واستئناف والدنيا ماشية حلو خالص. طيب ممكن بقى في حاجة تانية. هنا بقى القانون او التعديل الجديد اقر الجزئية دي. قال لك لو في حالتين اللي هو ان انت عندك شقة تانية او قافل الشقة بدون سبب، انت هنا من حق المالك ان هو يروح لقاضي الامور الوقتية ويرفع الامر ده قدام قاضي الامور الوقتية. وهنا القضايا ما بتبقاش زي القضايا المدنية. يعني القضايا المدنية ممكن تقعد سنة سنتين على حسب كل قضية، وممكن 6 شهور، ما نعرفش طبعا على حسب تفاصيلها، بس في اول درجه واستئناف وقصه. لكن قاضي الامور الوقتيه الدنيا بتبقى اسرع بقى هناك في الوقت وفي الاجراءات وفي كل حاجه. هنا ساعتها ممكن قاضي الامور الوقتيه يصدر قرار اسرع من القاضي المدني العادي. يعني قاضي الامور الوقتيه بيبقى الدنيا اسرع عنده شويه. دي حاله معينه، تمام. طيب هنا بقى القانون او التعديل الجديد اقر، قال لك في حاله من الاثنين دول انت ممكن تروح لقاضي الامور الوقتيه وترفع الامر بتاعك وهو ينظره اسرع من القضاء المدني العادي. طب ده في حاله ايه؟ في السببين اللي احنا قلنا عليهم. لو كان ليك شقه تانية ايجار قديم وانت معاك شقه تمليك، هيتسحب منك عقد الايجار القديم ده هنا بقوة القانون. او ان انت بقى قافل الشقة لمدة سنة، وده هنا المالك يقدر يثبتها بكافة طرق الاثبات، يعني بالشهود بقى. يعني كل محامي بيشتغل القضية بتاعته. فانت عندك دلوقتي سببين. انت لو مالك من عندك سببين تقدر انت تاخد منهم الشقة، تاخد من المستأجر الشقة اللي هو المستأجر الايجار القديم انهي عقود اللي هي قبل 96 قبل 1996. كان معاكم جرجس عادل المحامي، ودي حلقة جديدة من برنامج صاحب قضية. تابعونا الفترة اللي جاية عشان هنكمل شرح تعديل قانون الإيجار القديم. شكرا لمتابعتكم.